السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز بس أتكلم معاكم في حاجة صغيرة أوي كده. هي بعيد عن السياق الاجتماعي اللي احنا بنتكلم فيه، بس يعني شايف ظاهرة كده غريبة شوية، اللي هو الاستقطاب الرياضي، أو الحث على التعصب. دلوقتي كل القنوات والبلاجرز والمنتمين لكرة القدم تحديدا، أو الرياضة عموما، يعني تحسهم مستقطبين. كل واحد بيعيد فريق، كل واحد بيسند لفريق في الصح وفي الغلط، ملوش دعوة بالناحية التانية. والناحية التانية مبقاش منافس، الناحية التانية بقى خصم، بقى الغريب، بقى الحتة التانية، بقى يقولوا دلوقتي كده. أصلا أنا لما كنت في الحتة التانية ما كانش بيحصل الكلام ده. طب وإيه المشكلة إن أنا أكون في فريق وشايف ميزة في فريق تاني، وأقول والله دول عملوها صح، ما فيش مشكلة. هي المشكلة لما نمشي كده. يعني الزمالك لو اتعلم مثلا جزء من الإدارة المنظومة الرياضية بتاعته، ولو اتعلمها من النادي الأهلي ما يزعلش. عندك نموذج يمشي عليه. الاهلي لو لقى ان الزمالك يقدر ينتقي لعيبه كويسه، او بيكبر لعيبه صغيره ويكبرها، يقول ايه المشكله برضه؟ ما الزمالك بيعمل نفس القصه، وبياخد لعيبه صغيره وبتكبر معاه وبياخد بيها بطولات، وات ايفر، يعني حجم البطولات هنا وهنا. الشاهد ان انا مش شايف ان كله بينتمي للتعصب. احس على التعصب، اخد السوكسي كله او الترند كله، من اللي انا اهاجم، من اللي انا ما اقولش حقيقة، اتغاضى عن جزء من الحقيقة واقول جزء، واشجع التعصب. مش عارف هل في هما بنفسهم ممكن يصحوا الصبح يبقوا نابذين للتعصب، ولا دي محتاجة الجهاز الإعلامي يشتغل، الدولة تشتغل، وزارة الإعلام تشتغل، وزارة الشباب والرياضة تشتغل، حد يحط للناس بلان كده والله يمشوا عليه. اللي انت تتكلم عندك ما تتكلمش في الناحية التانية، سواء القنوات، بالذات القنوات اللي هي بتنتمي للأندية يعني، والمذيعين والبرامج اللي فيها، لأن أنا شايفهم معظمهم غير مؤهلين إحقاقا الحق يعني. معظم اللعيبة اللي تطلع دلوقتي مقدمين برامج، مش ضيوف، مش مؤهلين، مش مؤهلين يعملوا حوار. هم بس كلهم عايزين يحسسونا ان هم عالمين ببواطن الامور، والصفقات اللي جايه، واللي بيحصل في خلف الكواليس، واللي حصل من مجلس الاداره ومش عايز يعلن عنه، واللي حصل من اللعيب. بس حاجه اكسكلوسيف، حصريه كده، خلاص هو عايز ينفرد بيها عشان يكسب بيها مشاهده. انما ماده اعلاميه بتتقدم، لا. معلومه حقيقيه بتتقدم، لا. آه، توازن في المحتوى اللي بيقوله. لو انا مثلا عندي أندية قمة وأندية قاع وأندية وسط، بوازن بشوف كل المشاكل اللي ممكن تحصل هنا وهنا وهنا، بقيسها بنفس المزورة بتاعتي. وأنا مش منتمي، مش مفترض إن أنا أكون منتمي. ولو الناس عارفة إن أنا منتمي، مش مفروض ده أعلنه أو يبان في كلامي. أنا ما عنديش مشكلة إن المذيع يبقى زملكاوي أو المذيع يبقى أهلاوي، بس يبقى فير. كابتن محمد لطيف زمان قوي كان هو اللي بيذيع معظم ماتشات مصر والمنتخب والاهلي، وكان زملكاوي. ميمي الشربيني كان بيذيع ماتشات مصر والاهلي والمنتخب والزمالك، وكان اهلاوي، وكانوا فير. ما تحسش فيه ما اعرفش ليه بقى اللي حصل، تغذية الاستقطاب. وبقت في ناس حمزة كده، يعني في ناس بتزق في السكة دي. اكيد في ناس صوتهم عقلاني زي حالاتي، او عايز يخلي الامور في المساحة الوسط، بلاش نتجرف قوي كده يمين او شمال. بس دول صوتهم مش واضح. مش عارف حلها ايه. مين اللي اشتغل في الحتة ديت؟ المنظومة الإعلامية مين المسؤول عنها؟ الجهاز الإعلامي الخاص بالدولة هل يقدر يتدخل في حاجة زي كده؟ مش عارف. آه ال ده احنا بنتكلم على المنظومة الرياضية، على الإعلام الرياضي، ما بالك بالإعلام التاني؟ حدث ولا حرج يعني. بس إلى أن الموضوع ده يتغير، أدينا مستحملينه. صباح الفل.